بيريز سيفجر سوق الانتقالات ب4 نجوم من الطراز الأول. مورينيو يختار قائد الريال مدريد الجديد واللاعب غير متوقع. أول رد فعل من بيريز على تصريحات مبابي. السلام عليكم مدريديستا، هذه أبرز عناوين نشرة أخبار اليوم، وإذا كنت من محبي ريال مدريد لا تنسى الإعجاب بالنشرة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد يومياً. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. تحدث ألفارو أربيلو مدرب ريال مدريد بعد الفوز على الريال أوفييدو بثنائية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني لكرة القدم. وسئل أربيلو ورد في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية على تصريحات مبابي، حيث قال إنه أبلغه بأنه المهاجم الرابع في التشكيل. أتمنى لو كنت أمتلك 4 مهاجمين، لكن لا أعرف ماذا أقول لك. لم أقل ذلك، ربما لم يفهمني بشكل جيد. وأضاف: إذا كان مبابي يتقدم على دياز وماستانتونو وفينيسيوس لن يتمكن من المشاركة إذا لم أقم بذلك. أنا المدرب وأقرر، وهذا بديهي. تحدثت معه قبل المباراة ولا أعرف تفسيره لما قلته له. لم يجلس على الدكة حتى قبل 4 أيام، لذلك لم يكن قادرا على اللعب أساسيا ضد أوفييدو. سيكون المهاجم الأول ضد إشبيليا. أما اليوم لم تكن مباراة نهائية. ليس لدي مشكلة مع أحد، وأتفهم عدم سعادته لأنه لم يشارك، ولم أرغب بأن أجازف به. وتحدث أربيلو عن تصريحات مبابي بأن ريال مدريد فقد هيكله التكتيكي. إذا أردتم فلنعلق على كل ما قاله كيليان، لن أقوم بذلك حتى أسمع ما قاله بنفسي. إذا قال إن الفريق كان يمتلك هيكلا في النصف الأول وافتقده في النصف الثاني من الموسم فإن ذلك جيدا، والواقع أيضا أنه سجل أهدافا في الدور الأول أكثر من الدور الثاني. وأجاب أربيلو عن توتر علاقته مع مبابي: رأيت أنه من الأفضل أن يشارك في الشوط الثاني لأنه سيبدأ أساسيا يوم الأحد ضد إشبيليا. ليس هناك توتر، غونزالو استحق المكافأة، وأحدد من يلعب لأني المدرب وأجلس على هذا الكرسي، وإذا لم يعجب أحدا ذلك فإنهم يتعين عليهم الانتظار للمدرب القادم. كشفت تقارير صحفية تواصل البرتغالي جوزيه مورينيو مع 3 لاعبين من ريال مدريد تمهيداً لعودته إلى قيادة الميرينجي. وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد باقتراب مورينيو من العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد خلفاً للإسباني ألفارو أربيلو. وأشاد فلورنتينو بيريز في ظهوره الإعلامي أمس الأربعاء بالمدرب البرتغالي، واصفاً إياه بأنه من أعاد ريال مدريد إلى الطريق الصحيح. وقالت صحيفة أوكي دياريو إن جوزيه مورينيو تواصل مع 3 لاعبين من ريال مدريد في الأيام القليلة الماضية، وهم تيبو كورتوا، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. وأفادت أن مورينيو يريد أن يكون فينيسيوس جونيور قائده المخلص على أرض الملعب. وذكرت أن البرتغالي يدرك الدور القيادي الكبير الذي يلعبه البرازيلي داخل غرفة الملابس، وأن الفريق يعشقه، وهو يعلم أنه إذا اقتنع فينيسيوس جونيور بمشروعه فإن باقي الفريق سيسير خلفه. فيما قالت صحيفة آس الإسبانية إن مورينيو سعيد للغاية وأكثر تحفزا من أي وقت مضى للعودة. وأوضحت أن الرغبة في قول نعم لريال مدريد زادت. هو يدرك تماما أن الوقت قد حان للمساعدة في إعادة بناء الهيكل الرياضي للفريق الملكي. وأكدت على أن مورينيو يشعر بالسعادة تجاه كل ما يحدث، فقد عاد ليكون بطل المشهد مجددا. حقيقة أن فلورنتينو بيريز فكر به مرة أخرى تجعله يرى في الأفق فرصة لرقصة أخيرة غير متوقعة. واختتمت أن رحلته السابقة في ريال مدريد لم تكن كما تمنى، وهو يعلم أن قصته في النادي الملكي توقفت في منتصف الطريق. أكد الصحفي ميغيل سيرانو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر عقد اجتماع مباشر مع كيليان مبابي على خلفية تصريحات اللاعب الأخيرة ضد مدربه ألفارو أربيلو بعد الفوز على أوفييدو مساء أمس الخميس. وسيحضر خوسيه أنخيل سانشيز الاجتماع مع بيريز للتحدث مع مبابي بشكل مباشر من أجل توضيح كل ما يحدث هذا الموسم. الهدف من هذا الاجتماع أن يعود مبابي إلى التزامه تجاه النادي ويندمج بشكل كامل مع الفريق. كشفت صحيفة ماركا بات على إدارة ريال مدريد اتخاذ مواقف حاسمة لرد اعتبار وهيبة النادي بعد موسمين من التراجع والفوضى، آخرها التصريحات التي أطلقها كيليان مبابي بحق المدرب ألفارو أربيليو يوم أمس. ما حدث لا يجب أن يمر دون عواقب، احتراما لاسم النادي وهيبته التي تعرضت للاهتزاز كثيرا في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن جماهير الملكي تحملت الكثير هذا الموسم، ويكفي أنها خرجت بموسم صفري للمرة الثانية على التوالي. فلورنتينو بيريز رئيس النادي مطالب الآن باتخاذ 3 قرارات حقيقية لمصلحة ريال مدريد.
1. مبابي يجب أن يتم استبعاده من آخر مباراتين هذا الموسم وإلزامه بإصدار بيان اعتذار رسمي احتراما للنادي والجماهير. 2. يجب أن يحصل فينيسيوس على عرض تجديد نهائي بمدة محددة للحسم وإعطاء رد واضح خلال شهر واحد فقط، أو الرحيل والبحث عن نادي آخر. وفي حال عدم التجديد ولا الرحيل يجب أن يذهب للمدرجات سنة كاملة. 3. فالفيردي وبيلينغهام يجب إبلاغهم بالبحث عن عروض في هذا الصيف، على الأقل بيع أحدهم، لأن استمرار الثنائي كارثة حقيقية لسببين بسيطة. بحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، قرر نادي كومو تحويل أنظاره نحو موهبة ريال مدريد سيزار بالاسيوس كبديل لنيكو باز. وبات باز على وشك العودة إلى سانتياغو برنابيو، حيث يستعد اللوس بلانكوس لتفعيل بند إعادة الشراء البالغ 10 ملايين يورو. ويخطط الفريق الإيطالي الأقل لضم بالاسيوس من مدريد، والذي يعتبر أحد أفضل المواهب في فريق الكاستية. وحقق اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً انطلاقته إلى الفريق الأول هذا الموسم، حيث شارك في 5 مباريات في الدوري الإسباني. وسجل نجم منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً، والذي يمكنه اللعب كلاعب خط وسط مهاجم وجناح أيسر 14 هدفاً و5 تمريرات حاسمة هذا الموسم مع فريق الكاستية. حسب موقع ديفنسا سنترال المقرب من ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لمح بشكل غير مباشر في ظهوره ببرنامج الشرينجيتو إلى الأسماء اللي يحلم بجلبها للمستقبل. أول اسم هو ويليام ساليبا، المدافع الفرنسي اللي يعتبر الكثير أفضل مدافع شاب في العالم حالياً، وريال مدريد يراقبه من فترة طويلة لتعزيز الخط الخلفي. ثاني اسم النجم الفرنسي المتألق مايكل أوليسي، لاعب مهاري وسريع وصاحب صناعة فرص خرافية، وقد يكون الوريث المثالي لمستقبل هجوم ريال مدريد. أما في خط الوسط فهناك اهتمام كبير بإنزو فرنانديز، بطل العالم مع الأرجنتين، واللي يملك شخصية قوية وقدرات ممتازة في بناء اللعب. والاسم الأخير هو الساحر البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، واللي يعتبر بيريز قطعة مثالية لمستقبل وسط الميرينجي. لكن السؤال الآن، إذا كان بإمكانك اختيار لاعب واحد فقط لريال مدريد، من ستختار؟ علق جوزيه مورينيو على الصدام الذي حدث بين ألفارو أربيليو وكيليان مبابي في التصريحات بعد مباراة أوفييدو. وقال مورينيو: يؤلمني ذلك لأنك قلتها بشكل صحيح، هو صديق، واحد من هؤلاء الذي بذلوا روحهم وحياتهم من أجلي عندما كان لاعبا تحت قيادتي، وفي اللحظة التي أصبح فيها مدربا لريال مدريد، فبما أن هناك دائما هذا الرابط بيني وبين ريال مدريد، فعندما يكون المدرب هو ألفارو يزداد هذا الرابط وتزداد رغبتي في أن تسير الأمور على ما يرام. لكن حياتنا كمدربين هكذا، أنا أمزح كثيرا مع لاعبي السابقين الذين أصبحوا مدربين لاحقا، أقول لهم دائما: انتظروا بضع سنوات وسترون كم سيغزو الشيب رؤوسكم. والآن أنت يا أربيلو تدرك أن كونك لاعبا أسهل بكثير من كونك مدربا. يؤسفني أن الأمور تسير بهذا الشكل، ولكن بالأمس حقق الفوز وفاز بشكل جيد.